البتاع اهو اهو. تمام. وبنزوده بالميه. بسم الله ما شاء الله. بص بقى، ده كل ربع لتر بيتزود بالميه، بيتزود عليه لتر. تمام. كل ربع لتر يا جماعه بيتزود عليه لتر. انا المسقايه ديت يعتبر 5 لتر، فحاطط عليها لتر. تمام. لتر من اللي انت شفتوه من ده. الوصف. تمام، من الوصفه. ايه هي بقى الوصفه ديت يا باشا؟ بسم الله ما شاء الله. تعالى يا باشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. فيديو النهارده ما بيتكلمش على البياض يا جماعة. فيديو النهارده بيتكلم على التسمين قنبله. اهو قنبله تسمين. مصطفى جايب لنا الازاز اهو. قسما بالله اشربه لكم قدامكم. حاجة اقسم بالله. ما شاء الله. قنبله تسمين يا باشا. لإيه بقى يا مصطفى؟ لزياده تسمين اي طير عندك. ما من شاء الله. عمر 15 يوم لعمر 90 يوم. ادخل بقى على البط وشوف جمال البط اللي معانا. عندك بط صغير، اللهم صل ده على كبير النبي. شويه اهو. ما شاء الله ما شاء الله. البط اللي انت شايفه ده تمام. تمام. عاملين له النهارده وصفه، انت تشوف البط ده تقول عنده شهرين. الله ينور عليك. البط ده هاتلي ده اهو. اهو. قرب اهو. البط ده والله اهو. بسم الله. تعال معلش. بسم الله. ما كملت الشهر. يا سيدي على بص يا الجمال. باشا. اسألوا على الأعمار. بص يا باشا البط يا باشا. ما شاء الله ما شاء الله. شايف البط قد ايه؟ ما شاء الله يا مصطفى. ما كملتش الشهر وما بنقيش البط كله قدامك في طبعا. ما شاء الله عليهم. بسم الله ما شاء الله. مشروب قوي يا جماعه، فيه فيتامين، فيه سكريات، معادن، كل حاجه فيه في الازازه دي. بص بقى الازازه دي سحر. ما شاء الله والله. اهي تعالى كده. يلا بينا. زي ما انت شايف كده اهو. ايوه. بسم الله. حاجه موجوده في كل بيت، واللي مش موجود عنده يا جماعه يجيبه من بره وهقول لكم كل حاجه. ما تقطعيش بس الفيديو بالله عليك. ماشي يلا تعال. بينا. بسم الله. عشان بس ما حدش يقول لك انت غيرت الازازه. ها او غيرت الميه. تعالى اطلع. فخلينا ماشيين ورا بعض. معلش بسم زي الله. بعض يا شيخ. يلا بينا. عشان خاطر بس متابعيني، تمام. وعشان خاطر الناس اللي بتشكل برضه. هاتلي البتاع اهو اهو. اهو. تمام. وبنزوده بالميه. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى، ده كل ربع لتر بيتزود بالميه، بيتزود عليه لتر. تمام. كل ربع لتر يا جماعه بيتزود عليه لتر. انا المسقايه ديت يعتبر 5 لتر، فحاطط عليها لتر. تمام. لتر من اللي انت شفتوه من ده. الوصف. تمام، من الوصفه. ايه هي بقى الوصفه ديت يا باشا؟ بسم الله ما شاء الله. تعالى يا باشا ندردشوا كده مع بعض. عند البط عشان ايه؟ طبعا والله العظيم البط بتاعي ما كان لسه. تمام. يعني المفروض ان هو ماهوش عطشان. صح. اما نشوفه هيشرب بسم الله. ولا مش هيشرب، بس ديت هتفرق معاكم جامد في الوزن. تمام. بسم الله ما شاء الله. تعالوا كده. اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده؟ بقول لكم ايه؟ ايه؟ بص لي هنا بقى. اهو. استودعكم الله انا، ماشي. علشان انا ورايا حاجات عايز اعملها، ماشي. وهسيب معاكم امل. صباحكم جميل. يلا. معاكم الطيور. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. بصوا يا جماعه بالله عليكم ركزوا معايا في الكلام ده، لان الوصفه دي انا بحب اعملها للبط التسمين او اي نوع حاجه تسمين عندها خمول، عندها قله نشاط، عندها قله حركه. تمام. عندها قله مناعه، عندها مثلا مرض، فانتوا تمشوا معايا بالوصفه ديت عشان ممتازه فوق الوصف. اللهم صل على النبي. شايفين الجمال؟ شايفين حلاوه البط؟ هو ده البط المسكوب في الخليط يا جماعه، اللي بيتميز بالاوزان العاليه، بيتميز بالانتاج من البيض، بيتميز بالانتاج من الرقد، ان هو بيرقد على البيض بتاعه ويطلع معاك بسم الله ما شاء الله. اول حاجه يا جماعه هتكلم عنها الوصفه بتاعت النهارده اللي هو المشروب ده، اسمه تمر. التمر يا جماعه التمر العادي خالص اللي فيه نواه، اللي هو التمر اللي هو بتاعنا بتاع الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. التمر اللي احنا بناكله بجيبه يا جماعه 5 فصوص تمرات او 10 فصوص تمرات على حسب الكميه اللي عندك. بتجيبيها بتمسكيها تنقعيها في ميه سخنه، بعد ما بتطلعي منها النواه اللي فيها وبتمسكيه تنقعيه في ميه سخنه من بالليل، او مثلا انقعيه 6 ساعتين 3. بعد ما بيدوب معاكي كده بتاخديه تضربيه في الخلاط، او انت لو حابه تدهكيه بالمعلقه او تمسكيه تهرسيه بالمعلقه ما عنديش اي مشكله. تمام. بس اهم حاجه تضربيه كويس. انا بالنسبه لي ضربه لهم في الخلاط بشويه الميه اللي انا نقعاهم بيه، عشان تبقى الفايده فايدتين. تمام. عشان فايدته ما تروحش مني خالص. وباخده كده وبقدمه للطير بتاعكم زي ما انتم شايفين مع بعض. عرفنا يا جماعه نمسكه اعمله ازاي التمر. ايه بقى كده يبقى عرفنا طريقه عمله. طيب عايزين بقى نعرف يا امل فايدته ايه. هو التمر ده فايدته ايه؟ التمر ده يا جماعه فيه سكريات بسم الله ما شاء الله، وفيه فيتامين عالي جدا، وفيه رفع مناعه ممتاز جدا بسم الله ما شاء الله، وحديد ومعادن. يعني بسم الله ما شاء الله فيه كميه حديد ما شاء الله تدي طاقه للطير اللي قدام عينه ده، حاجه فوق الوصف. تمام.
اعرف واستفيد الحاجه اللي انت بتحطها عشان تبقى عارف كل حاجه انت بتعملها فايدتها ايه. انا دلوقتي زي مصطفى ما قال لكم انا كل ده حطيت بس الميه، ما حطيتش لسه الاكل. هجيب لكم الاكل وهعرفكم برده انا بحط للبط اللي قدامي ده ايه عشان يسمن معايا ويديني اليوم بيومين. الناس اللي بتسال وبتقول انا عندي البط بتاعي امل كاشش وما بياكلش، انا عندي البط بياكل وضعيف، بيستهلك علف وما بيبانش عليه. كل الحاجات ديت بيبقى عنده مشاكل في الامعاء، عنده مشاكل جامده جدا ومناعته قليله جدا، فعشان كده يجي ياكل ما بيستهلكش العلف بتاعه ان هو يستفيد منه، فاكيد عنده ديدان. تمام؟ فانتوا خلي بالكم المعلومات دي. اول حاجه بعملها عملت لهم التمر. تيجي نشوفوا الاكل هنحط له ايه. يجي عند بسم الله ما شاء الله يعدي 21 يوم او يعدي 15 يوم بنبدا نعمل معاه ايه. والله البط بالذات يا جماعه بيختلف عن الفراخ. يعني هو البط بيكبر معاك بسرعه بسم الله ما شاء الله، بيشيل معاك اوزان بسرعه غير الفراخ البلدي. الفراخ البلدي بنغير لها العلف على عمر ال 21 يوم. تمام؟ من علف تسمين ناعم لعلف تسمين خشن. طيب البط معاك من 15 يوم غير له العلف من علف تسمين اللي هو الناعم اللي هو 23% لعلف تسمين خشن اللي هو ال 21%. بسم الله ما شاء الله. ايه يا امل بقى اللي بعد العلف؟ اللهم صل على النبي. اللي هو البيض المسلوق، وهو ده اللي انا بقول عليه انا ومصطفى. البيض المسلوق يا جماعه بقشره انا حاطه لهم كده كاملاح. اللهم صل على النبي. ايه رايكم في الجمال ده؟ حاجه ما شاء الله. هو طبعا ملهي في التمر وجمال التمر وحلاوه التمر اللي فيه سكريات زي ما احنا شايفين مع بعض. انا هبعد بس شويه كده عشان ان هو يجي وياكل، لان البيض يا جماعه هو ده الكالسيوم، هو الغذاء، هو الاساس زياده وزن اي نوع بط او اي نوع طير انت بتسمنه. بسم الله ما شاء الله. انا لما احطه بقشره يبقى عشان اديله الاملاح اللي هو ناقصاه، لان البيض يا جماعه القشر بتاعه اساس الكالسيوم. تمام؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. فهو يعني البط بدل حطيت له ميه بينسى الاكل، وهو ده اللي مصطفى قال لكم عليه. بس انا بسم الله ما شاء الله المشروب فيه فتح شهيه غير طبيعي، هتلاقي البط كله جاي لك على الاكل. يبقى المشروب زي ما احنا عارفين يا جماعه اللي هو التمر بيساعد على فتح شهيه الطير. بسم الله ما شاء الله. اهو كله ساب الايه المسقايه وجه على الاكل اهوت لما شاف منظر بس البيض المسلوق. اساس البيض المسلوق ده الغذاء والتحويل العالي واليوم بيومين، وحاجه ممتازه خالص زي ما انتم شايفين مع بعض. اعتمدت العلف مع البيض من عمر يوم لحد عمر الشهر. البيض انا ما بقطعوش. فاحنا لما نبيعولك البيضه ب4 جنيه بيضه البط تاخدها كل يوم كده بيضه، لو عندك طيور صغيره بتسمنها، دي حاجه ممتازه جدا. فكده انا مش هطول عليكم، انا عايزاكم بس تدعمونا وتعملوا لنا لايك وتشجعونا عشان يوصل لكم مننا كل جديد، علشان الناس اللي هي لسه مبتدئه في التربيه وعايزه تجيب مثلا بطتين في البيت او تجيب مثلا شويه فراخ بلدي تاسسهم صح. فهو اساس اي تربيه اللي هو من عمر يوم ان انت تاسس. اسست بعد كده من عمر ال3 شهور ادي بواقي اكل، ادي عيش، ادي اللي انت عايزه، ما فيش عندي اي مشكله. الخلطات جايه وهنعرفكم بنوكل ايه بعد عمر ال 21 يوم او ال 25 يوم. هنعمل خلطات معاكم لان انا مش هدي علف على طول، لا انا بعمل خلطات من قلب بيتي باعشاب طبيعيه تساعد معايا على رفع المناعه وان البط يفضل مناعته قويه ما يدخلوش اي مرض. شجعونا باللايك والاشتراك في القناه، وانا عذرا كده تمام يعني ايه. ربنا يكرمنا جميعا ويوسعها علينا جميعا ويبعد عننا الناس اللي هي مش بتحبنا. يعني احنا بنحبكم في الله والله العظيم ربنا يعلم. بنتمنى لكل واحد الخير، ولما حد بيسالنا سؤال عمري في حياتي ما بسيبه الا لما يكون مقتنع بالاجابه وافضل وراه لحد ايه صحه الطير بتاعك عامله ايه. فانت اهم حاجه بس عشان طيرك ما يدخلوش اي مرض ان انت تمشي معايا بالاعشاب وتستمر فيه. وكده مش هطول عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.